قبل ما ابدا الفيديو انا حابب اقول لك كل سنه وانت طيب يا صديقي بمناسبه شهر رمضان الكريم، ان شاء الله يتعاد عليك بالخير والسعاده. وقبل ما نبدا الفيديو كده ما تنساش انك تصلي على النبي في الكومنتات وتحط لك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. طبعا النهارده شرح النهارده هيكون عن افجر نسخه واتساب في المجال حرفيا، يعني اقسم بالله نسخه، اقسم بالله طرش من الاخر يعني. وحوي يا وحوي وكمان وحوي رمضان جاب قولوا معانا الهلال رمضان كريم يا جماله رمضان كريم فوانيس ولعة. عندك مثلا لو دخلنا كده على النسخه، مثلا تعالى اوريك دخلة النسخه. يعني مثلا دي طبعا عندك دخلة النسخه اهي، يعني بص حاجه جمدان من الاخر. طبعا عندك هنا المكالمات والمجموعات والمجتمعات المستجدات، عندك هنا طبعا الدردشات، عندك هنا طبعا اللي هو قفل النسخة، وعندك هنا طبعا وضع الطيران، وعندك هنا طبعا اللي هو وضع الشبع. عندك هنا التلات نقط دول اللي هي إضافات ومجموعة جديدة ورسالة اجتماعية جديدة وركيزة مرتبطة ورسالة مميزة بنجمة، وعندك هنا الإعدادات. طبعا كده لو دخلت على شكل الشات، يعني شكل الشات بص أقسم بالله حاجة جمدان من الآخر. طبعا عندك هنا التلات نقط دولت اللي هي قفل المحادثة وتغيير صوتك. عندك مثلا لو ضغطت على تغيير صوتك عندك هنا روبوت، وعندك هنا طفل، عندك هنا مثلا بطيء، عندك هنا عكس الريكورد، عندك هنا مضحك، وعندك هنا طبعا اللي هي البحث، وعندك هنا حذف جميع الايموجينات، وعندك هنا البحث، وعندك هنا الإضافة، وعندك هنا مصدر الدردشة، وعندك هنا المزيد اللي هو الحظر والإبداع. عندك كده لو ضغطت على الترس عندك هنا خصوصية النسخة. طبعا كده يا صديقي تعال ندخل على شكل الشات تاني. طبعا عندك هنا هذه خصوصية النسخة، عندك موقع تنزيل فيديوهات، عندك هنا نزل ستوري، عندك هنا تحديد جمع الرسائل، عندك هنا اختيار خلفية الفيديو. طبعا مثلا ده عندك خلفية اهي، بص يعني حاجة جمدان. عندك هنا طبعا خلفية الشات، عندك هنا طبعا خلفية في واحد واتنين وتلاتة، عندك تلات خلفيات، اللي لو مش عاجبك تقدر تحط خلفية تانية. عندك هنا طبعا فيروس، عندك هنا طبعا فيروس اندرويد اهو، عندك هنا فيروس اندرويد، وعندك فيروس ايفون، وعندك هنا فيروس الاتنين مع بعض، وعندك هنا طبعا الزبرة والرسالة، عندك هنا طبعا اخفاء المعلومات، وعندك هنا لينك شات، وعندك هنا تذكر سريع. عندك كده يا صديقي لو طلعنا ناخد اول رقمين من الباسورد اللي هم هيكونوا 20، اول رقمين من الباسورد اللي هم هيكونوا 20. طبعا كده يا صديقي لو دخلت على اللي هي الاعدادات، عندك هنا طبعا تغيير الحساب، وعندك هنا طبعا الاشعارات، وعندك هنا الخصوصية والحماية، عندك هنا طبعا آخر ظهور صورة الملف الشخصي، وعندك هنا المساحة والتخزين، وعندك هنا عبوة النسخة، وعندك هنا الإفطار، عندك هنا طبعا شاشة المحادثة، طبعا عندك هنا الوضع الليلي واللي هو الوضع الفاتح، رسالة الفيديو الفورية، حجم الخط، نصوص الرسالة، النسخ الاحتياطي، عندك هنا طبعا لغة التطبيق. عندك هنا كده يا صديقي لو ضغطت على مثلا الإضافات، عندك هنا رستر النسخة، وعندك هنا الشات الجديد، وعندك هنا طبعا الإعدادات. طبعا ده عندك شكل الإعدادات، يعني بص أقسم بالله برايفسي حاجة طرش. عندك هنا الحماية الخصوصية، عندك هنا إخفاء آخر ظهور، تفعيل إعادة التوجيه، فعلها تشوف الصورة أكتر من مرة، خصوصية المكالمة، عندك هنا مشاهدة الحالة، عندك هنا إخفاء مشاهدة الستوري، منع حذف الستوري، عندك هنا منع حذف رسالة صديقك، عندك هنا ظهور الصح الأزرق بعد الرد، عندك هنا إخفاء الصح، إخفاء علامتين الصح، إخفاء سماع التسجيل، إخفاء إنك تكتب، يعني مثلا لو أنت فعلت دوت، لو أنت بتكتب مش هيبان إن أنت بتكتب. عندك هنا إخفاء الصح الزرقاء، وعندك هنا إخفاء سماع التسجيل، إخفاء إنك بتكتب، وعندك هنا إخفاء الصح الأزرق وإخفاء سماع التسجيل. عندك هنا طبعا النسخ الاحتياطي، وعندك هنا طبعا استعادة البيانات، نسخ احتياطي الميديا، استعادة بيانات الميديا. عندك هنا طبعا خاصية الستوري، عندك هنا الإشارة للأصدقاء في الستوري اللي هي منشن في الستوري، عندك هنا إخفاء صورة صديق من الستوري، عندك هنا جودة الصورة، يعني مثلا ممكن تخلي جودة على جودة، عندك هنا حجم الخط، عندك هنا الإشارة لأصدقائك في الستوري، عندك هنا إخفاء صورة صديق من الستوري، عندك هنا جودة الصورة، عندك هنا الإشارة. وعندك هنا كده يا صديقي لو دخلت على اللي هي قفل الباسورد، عندك هنا طبعا بصمة أو نقش أو رمز، عندك هنا طبعا تغيير الباسورد، وعندك هنا تغيير النقش، سؤال نسيان الباسورد، تغيير الخلفية، جعل النقش مرئي، جعل النقش غير مرئي. عندك هنا طبعا اللي هي إضافة النسخة، عندك هنا طبعا تغيير الأوجه، عندك مثلا هنا الوجه مثلا خليه التاني أو التالت أو الرابع، وعندك هنا مثلا الأسطر خليها الرابع. تعالى بقى نطلع تشوف الشكل الأسطر كده. عندك هنا بص شكل النسخة حاجة جمدان. عندك تعال نكمل لك بقية الإعدادات. عندك هنا طبعا إضافة النسخة،
عندك هنا طبعا فصل الشتات عن الرماد، عندك هنا اخفاء ايقونة الكاميرا، اخفاء ايقونة السيرش، اخفاء ايقونة اضافة حساب، اخفاء ايقونة وضع الطيران، اخفاء ايقونة وضع الشبح، اخفاء الشتات، اخفاء اسمك من الستوري، اخفاء المكالمات، اخفاء الرسائل المرشفة، اخفاء الحالات، اخفاء اخر ظهور، ظهور متصل الان من بره، ظهور اخر ظهور من سنة، تثبيت اكتر من 3 شتات، اخفاء المزيد، اخفاء الشتات المرشفة، أرشفة الشتات فعله لو عايز تفضل متصل دايما، إخفاء القناة من الستوري، إخفاء القناة من الستوري. وعندك هنا طبعا اللي هي الإخفاء. عندك هنا طبعا خصوصية المحادثة، عندك هنا هتخلي صورتك في المسطرة، وعندك هنا إزالة سطر الحالة، وعندك هنا المنشن طبعا، المنشن الجماعي كل الناس طلبته، وعندك هنا إخفاء أيقونة المحادثة، وعندك هنا عشان لو حد عدل رسالته، عندك هنا تسريع الشات، عندك هنا إخفاء الاسم والتاريخ، سهولة إرسال الاستيكر، إضافة ظهور أيقونة الفورمات، عندك هنا طبعا فيك الشات اللي هو عكس الرسائل، عندك هنا تعطيل النقل المزدوج، وعندك هنا تشغيل الشريط العام، وعندك هنا الشكل العام، عندك هنا طبعا الشكل زي ما انت عايز. عندك كده انا طرحت كده ودخلت على التحكم في الايقون، عندك هنا طبعا اختار ايقونة النسخة، طبعا شوف انت عايز شكل النسخة يكون شكلها ايه. عندك هنا طبعا اختار ايموجي النسخة، طبعا فضلك الايموجي التاني اللي هو شكل الايفون. وعندك هنا طبعا خط النسخة، عندك هنا طبعا كده صديق خصوصي للفيروس، عندك هنا فعله مش هتنك كونكتات، فعله مش هتنك ضغط، فعله مش هتنك كونكتات تقيلة، فعله مش هتنك مستندات، مش هتنك من الأغاني، فعله هيجص الفيروس، فعله مش هيهنج لوكيشن، مش هيهنج من روابط، فعله هتمسح الشتات، فعله مش هتنك بوت. عندك هنا طبعا فعله مش هتنك كتالوج، ولا هتبقى فعله هتبعت رسائل بطيئة، فعله مش هتبعت فعله مش هتهنج قطع نت. عندك هنا طبعا هيلغى رسائل في الشتات، عندك هنا طبعا علامة التوثيق اهي، عندك هنا فعلته هتثبت السيم القديم، عندك هنا ترجمة الريكورد، عندك هنا فعله تغير شكل المحادثة، فعله تغير تذكر الكيف، فعله تغير مكان صوتك، فعله تغيير شكل الستوري مثل الفيس، عندك هنا طبعا إخفاء الميتا، وعندك هنا طبعا كل اللي نفسك، عندك هنا لينك شاتي، وعندك هنا قناة اليوتيوب. طبعا كده يا صديقي متنساش انك تشترك وتحط لايك للفيديو، وكل سنة وانت طيب بمناسبة شهر رمضان المرة التانية. وعندك النسخة اقسم بالله يعني بص حاجة طرش جمدان من الآخر، يعني بص نسخة يعني لأول مرة في المجال. طبعا كده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية شرح النهاردة، طبعا متنساش تحط اللايك الجميل والكومنت الحنين وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل شهر تخمين، وخد آخر رقم من الباسورد اللي هيكونوا 40، آخر رقم من الباسورد اللي هم هيكونوا 40. وأشوفك الفيديو الجاي يا عمر، سلام.